عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني جدا جدا جدا. والنهاردة كنت عاملة لكم فيديو عشان اوريكم اجمل طاجن بسارية يتعمل، واقول لكم على طريقته. الطريقة ايه؟ هنجيب البسارية وننضفها ونشيل راسها. انا بحب اشيل راسها، ما بحبش اكلها براسها. نشيل راسها راس، وبعد ما نشيلها هنملحها ونجيب بصل وطماطم وفلفل وليمون وتوم وكمون وملح وفلفل طبعا، ونقلب الحاجات دي كلها مع بعضها ونحطها في البسارية. هتعمل طاجن بسارية رائع جدا وهيعجبكم جدا 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 جدا. بس لو عايزين بنفس الشكل ده لكن للأسف انا نسيت اقول لكم على حاجة، ان انتوا لازم تتابعوها في الفرن، عشان لو ما تابعتوهاش في الفرن هتطلع نفس اللي انا عملتها دي. للأسف اتحرقت مني، بس انا قلت لكم على الطريقة صح، لكن النتيجة بقى ان شاء الله انتوا نتيجتكم تبقى احلى مني. قولولي بقى المصيبة اللي انا عملتها دي اعمل فيها ايه؟ بوظت الصينية وبوظت البسارية، وكان عندي عزومة. ايه رأيكم في البسارية يا بنات؟ جميلة صدمة. الكل اتصدم، بس الطريقة امشوا على الخطوات خطوة خطوة وهيطلع لكم احلى طاجن بسارية. محروق. لا اوعوا تنسوها في الفرن. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سبتك اهو، كنت هعمل لك كده.